السلام عليكم حبابي. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا زعلوك. كنحتاجوا جوج دنجالات، فلفله، مطيشه، القزبر والثومه. على بركه الله. اول حاجه كنديروها هي اننا كناخذوا الدنجال والفلفله، كندهنوه بواحد شويه ديال الزيت البلديه وكنديروه في واحد الصفيحه، وكندخلوه للفران. هاد الطريقه هذه كتجي زوينه، يعني كيجي مشوي احسن ما اننا نشويوه، يعني نبقاو معذبين مقابلينه في البوطه. فاحنا كنديروا له غير بحال هاد الطريقه هذه سهله. فكنشعلوا الفران من التحت ومن الفوق، يعني على درجة حرارة متوسطة، وكنخليوه حتى كيتحمر مزيان، يعني كيطيب لنا الفلفله والدنجال تيقولوا على هذا الشكل، يعني كيتشواو كيجيو حتى في البنه كيجيو بنانين. من بعد ما كان يعني كيطيبوا كنشدوهم كنقيوهم مزيان حتى كيوليو على هذا الشكل، يعني من بعد كنشدوهم وكنقطعوهم قطع صغيره. الدنجال الفلفله كذلك يعني مطيشه قطع صغيره. وهنا كنكونوا مقطعين القزبر معدنوس وحاكين الثومه في مقله. غنديروا شويه ديال الزيت وغنديروا الثومه حتى كتقلى مزيان، يعني الثومه بالكميه اللي بغيتو. انا كتعجبني الثومه داكشي علاش كندير منها يعني بزاف. من بعد كنضيف الدنجال الفلفله، المطيشه اللي قطعنا طريفات صغارين وكنخلطوهم مزيان. فهاد الطريقه هذه فهي كتجي بنينه وكذلك فهي سهله جدا. من بعد ما كان يعني كنخليهم غير شويه حتى كيندمجوا مع ديك الثومه، كنزيدوا عليهم العطريه. في العطريه كنحتاجوا ملعقه صغيره ديال الكمون، كذلك ملعقه صغيره ديال التحميره، شويه القزبر ومعدنوس، البزار والراس ديال الخرقوم. وكنحركو مزيان. وكنسى انني كنضيف ما نساوش اننا نضيفوا الملح. وكنحركو مزيان عفوا. وكنخليوهم يعني غير كتشرب مزيان ديك الاقامه، يعني داك الدنجال وزعلوك كيشرب ديك الاقامه. من بعد كنزيدو صافي حتى الاخر، يعني غنبقاو نحطو كنزيدو عليه واحد جوج معلقات كبار ديال زيت العود، غير حتى باش كيطلق لنا النسمه. ومن بعد كنقدموه بالصحه والراحه. نتمنى ان الوصفه تكون عجباتكم، وما تنساوش انكم ديروا لي لايك